السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ جايبه لكم النهارده بقى وصفة لتنظيف المراتب والانتريه وكمان كراسي السفرة. وصفة هايلة جدا وغير مكلفة. شايفين المرتبة دي بعد التنظيف. قبل التنظيف كانت حاجة بقى تانية خالص، كانت مليانة بقع وشوكليت وجاف ومنكير وحبر وحاجات، كانت متبهدلة جدا جدا جدا. يلا معانا نشوف الطريقة. هتجيبي بولة كبيرة وتحطي فيها برسيل جل وكوركس الوان وخل ومعجون صابون من الابيض وملح ليمون. ما عندكيش ملح ليمون ممكن تستخدمي الكربونات العادي. هتقلبيها كويس قوي قبل الاستخدام زي ما انت شايفة كده. وبعدين هتجيبي بقى المرتبة بتاعتك، بس قبل ما تستخدميها طبعا هتقلبيها كويس قوي زي ما انا قلتلك. هتجيبي بقى ايه، شايفين الرغوة عاملة ازاي؟ اهم حاجة طبعا الرغوة، هي دي اللي هتجيب لك نتيجة كويسة. تعالي بقى على المرتبة والبقع اللي فيها. شايفين المرتبة بتاعتي كانت عاملة ازاي؟ كانت متبهدلة خالص، مليانة بقع، والحروف بتاعتها كانت متبهدلة، والبقع دي كانت صعبة قوي، وكنت يعني انا غلبت فيها تنظيف بصراحة، لحد ما ايه جبت الوصفة دي وقلت اجربها معاكم. هنبدأ ان شاء الله ونسمي مع بعض كده. هتجيبي الفوطة بتاعتك او اي حاجة انتي بتحبي تستخدميها، فوطة او السفنجة بتاعتك، ايا كان اللي انت هتستخدميه في التنظيف، وهتمشي عليها بالراحة كده على البقعة. الاول هتبليها وتشربيها البقعة والخلطة بتاعتك كويس قوي عشان تبقى معاكي سهلة في الاستخدام والحركة. هتمشي بالراحة شوية على البقعة كده زي ما انت شايفة. وبعدين على الاحرف طبعا زي ما انت شايفة كده. انا كانت عندي المرتبة متبهدلة قوي، وكانت البقعة صعبة قوي، وكانت شوكليت بقى وجاف وحبر وحاجات. انت هتشوفوا معايا، انا على فكرة انا اختصرت لكم الفيديو، انا قعدت ساعتين انضف فيها. بس الخلطة دي ان شاء الله من اول مرة هتجيب معاكم نتيجة هايلة جدا. ودي بقى المرتبة بعد ما نضفت معايا، شايفين النظافة وشايفين الحلاوة، والله العظيم رجعت بتلمع وكأنها جديدة جدا. خلطة حلوة قوي وغير مكلفة وهتعجبكم قوي، وان شاء الله هترجع لكم المراتب جديدة جدا زي الفل. ما تنسينيش بقى تدعميني بلايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. باي باي.